ورحمة الله وبركاته. ازاي تدخل المجال العقاري؟ مبدئيا كده عشان تدخل المجال العقاري انا عايز اقول لك على حاجة. مش مستحيل ان انت تتميز من اول شهر، ولكن الاصعب ان انت تكون ملتزم طول الشهر. هفهمك الكلام ده ازاي عن طريق ان انا مش مستحيل اخش اشتغل في مجال العقارات. ده اسهل حاجة، شركة عايزاني بدون خبرة تديني مرتب قليل وهبدأ اسعى واطور من نفسي. الالتزام بتحقيق التارجت شهريا وعلى الكوارتر وعلى اليومي، ان انا ابدا اتابع واتكلم مع العملاء اللي بيتكلمني وابدا اشتغل في شركة بتديني الاحتياجات اللي انا محتاجها. زي ايه؟ زي ان الشركة دي بتوفر لي تسويق الكتروني، بتجيب لي ليد جاهز او عميل محتاج فعلا العقار ده، محتاج فعلا حتة في التجمع الخامس، حتة في النزهة الجديدة، شقة بالمواصفات الفلانية، وابدا اتعامل مع هذا الاحتياج للعميل للسكن او الاحتياج للاستثمار. وانا بقول ان العقار ده يا جماعة احتياج مميز جدا. ليه بقى مميز؟ اكتر حاجة الانسان بيشعر فيها بالدفء الاجتماعي وبيشعر بالسكن الاجتماعي ان هو بيحبه، هو حبه للعقار. دي اول حاجة. تاني نقطة، حب المستثمر للعقار. بيدخل العقار او الشقة بيبقى مبسوط جدا انه داخل شقة هتبقى استثمار، وممكن في فترة يقول لمراته او اهله انا هروح اقعد في الشقة واعني العفش واروح هناك. فهو بينظر للعقار باشد الاحتياج. المستثمر دلوقتي لو عايز يستثمر استثمار عقاري بيدور على مستشار عقاري، ويدور على سيلز سينيور خبرته 5 سنين، وسيلز تاني ومدير مبيعات، ويسأل ده ويسأل ده، لانه عايز يعمل محفظة عقارية استثمارية لها توجه في السوق العقاري. لان في مستثمر عقاري حفظ مجال العقار وحفظ فن اختيار انسب عقار كاستثمار. وانا بدوس على كل كلمة، فن اختيار العقار كافضل استثمار. هختار العقار ازاي؟ مبدئيا كده عشان اشتغل في مجال العقارات لازم اعرف حاجتين بسيط جدا. هل انا عندي الطبع الاجتماعي ان انا بحب اتكلم مع الناس؟ هل عندي طبع ان انا اقدر اتابع بشكل يومي 24 ساعة؟ وما تسألنيش ازاي، عايز تنجح هو ده طريقك. ان انا ارد على استفسارات العملاء بخصوص العقارات. ما هو انا ممكن، ودي اتقالت لي من احد المستشارين في العقارات، ممكن في 3 ايام اعمل التارجت بتاعي بسعي واجتهاد وتفاني في العمل. ان انا روحت البيت بعد ما خلصت شغلي في الشركة، اتكلمت مع عملاء، تواصلت مع ناس، عملت معاينات، خدت ليد استلمته ورديت عليه بالشكل الكويس، وكان عندي كفاءة في العمل بشكل كويس. اليوم بتاعي في الشغل فعلا بنزل بعمل عدة محاولات وعدة انواع من السعي، ولازم يبقى عندي يقين قاطع بان ربنا سبحانه وتعالى وعدني بالرزق. حتى لو انا غير الناس اللي في القطاعات الاخرى، غير اللي شغال في شركة ادوية، في قطاع ادوية بيعمل توزيع للادوية مثلا، اسم الشركة بتاعه بيبيع، فقاعد بيستلم المكالمات بالتليفون ويدي للمندوب يروح يوصل ويستلم الفلوس وكده. فهو بتاع العقارات ده المجال عنده صعب ولكن مش مستحيل. مفيش حاجة مستحيلة على ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالرزق وبالسعي على الرزق، وقال لك ربنا سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن جمال آية أخرى أنا واخدها عندي قاعدة ومبدأ، هي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، وتكملة الآية ويرزقه من حيث لا يحتسب وإنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. أنت راجل صابر، بتشتغل بتسعى. اليوم ده النهاردة كلمت 20 عميل، اليوم اللي بعده كلمت 50، بعد كده كلمت 60. بدأ في عملية تطوير في مهنتي. ببدأ أعمل عدة محاولات، عدة أنواع من أنواع السعي. لأن ده سعي يا جماعة، السعي في الرزق، والسعي هو في حد ذاته عبادة.
انا بشتغل في مكان بخلص وبأتقن هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، بعد كده ربنا اخر الشهر بيكافئني. عملت العقار ده بعته، بعت المحل التجاري في المكان الفلاني، بعت شقة في النزهة، لو انا شركتي في 6 اكتوبر بعت العقار الفلاني، وهكذا. فبالتالي انا عشان انجح في المجال العقاري، اسأل نفسك، هل انت راجل بتحب انك تتكلم كتير؟ هل انت راجل اجتماعي تحب ان انت تحاول تتواصل مع عملاء باستمرار، والعملاء القدام؟ يعني انا لو اشتغلت دلوقتي الشهر ده، العملاء اللي كانوا معايا من السنه اللي فاتت دول عميل جاهز هيكلمني وشوف لي شقه في الحته الفلانيه، شوف لي في مصر الجديده، حضرتك خد عربيتك فورا ودور له عليها، او كلم واحد شغال في شركه تانية وابدا اشتغل انت وهو، واعملوا بيزنس تو بيزنس انت وزميلك، وابدا اعمل شغل سيلز صح. وارجوك لو الفيديو ده بمثابة اعرفك ايه هو القطاع العقاري وازاي تشتغل في السيلز، ابدأ صغير واطلع سلمة سلمة، هتكبر وهتقول كلام اسلام ابراهيم اللي كان عامله في كبسولة بيزنس كان صح جدا. ابتدي سلمة سلمة، ابدأ اتعلم ازاي تتعامل مع العملاء. في انماط كتير من الشخصية من العملاء، طريقة التعامل مع المهندس غير الدكتور، غير رجل الاعمال، غير المستثمر. المستثمر ده حد هتلاقيه فاهم اصلا في شغلانتك اكتر منك، ممكن يقول لك انا عارف انت بتعمل CRM وبتعمل على البرنامج الفلاني وبتسجل العميل دخل استفسر عن كذا وبتتابع وهكذا. وممكن تلاقيه جاي لك يقول لك في النطاق الجغرافي الفلاني محتاج الشقه الفلانيه وهنعمل كذا وهنسوي كذا، وعشان بعد كده 3 سنين هبيعها واخش في واحده تانية وهكذا. ده استثمار عقاري مهم جدا. لازم تعرف انه برضو الاستثمار العقاري هو من افضل الانواع اللي انت تقدر تنصح بيها العميل بتاعك انه يستثمر. انت مش هتبيع سكني بس، لا، ده انت ممكن تبيع استثمار عقاري لمستثمرين ورجال اعمال، ممكن تبيع محلات تجارية، ممكن تبيع محلات في مولات، ممكن تبيع مطاعم وكافيهات، ممكن تبيع حاجات ايجار، ممكن تبيع تعمل بيع لحاجات شقق مفروشة وهكذا. وما تقولش لا اصل انا دي ما ينفعش، اصل دي ما تبقاش، لا، ادام هي فيها طريقه حلال وجايلك باسلوب حلال ونمطها النمط بتاع الشغل ده انت استريحت له، اشتغل. مجال العقارات مجال كويس جدا، بس نصيحتي اطلع سلمه سلمه. في طريقين تدخل بيه مجال العقارات. اول حاجه ابدا في شركه صغير بدون خبره بمرتب قليل، وابدا اخد الخبره واحده واحده، بعد سنه سنتين الاقي نفسي اتطورت اروح للشركات الكبيره، او اروح اشتغل اروح قصدي اخد كورس مبيعات عقارية مع حد خبرة كمدير مبيعات. ودولت يعني كتار، مش عايز ارشح عشان ما انساش حد، بس في ناس كتير جدا كويسين جدا في المجال ده. روح خد الكورس. وانا من وجهة نظري لو انت شايف ان معاك وقادر انك تدفع حق كورس مبيعات عقارية وتاخد كورس تسويق الكتروني عشان تبيع الشقق على السوشيال ميديا، روح وربنا يوفقك وربنا يكرمك وربنا يرزق كل واحد عايز يدخل مجال العقارات. مجال كويس جدا، ومجال فعلا انا بحطه بالنسبه لي زي بالظبط مجال البورصه مثلا، او مجال الاستثمار في البورصه. وطبعا بيعلم كتير جدا عن البيزنس، لان انت شغلتك 100% طول اليوم، ال8 ساعات او 9 ساعات اللي بتشتغلهم بتبقى خدمة عملاء، وبتشتغل كسيلز وبترد على عملاء وبتتابع وبتعرف وبتعمل علاقات وبتتعرف ازاي تتعامل مع الشخص ده في الوقت ده بالطريقة الفلانية، مع كافة المستويات، مع كافة المهن. وحتى لو انت زي اقول لك ايه، ما عندكش القدرة على فتح المواضيع، هتعرف مواضيع وهتعرف تتكلم وهتعرف تمنتج وهتعرف تقدم افضل تقديمة. ويا رب الفيديو دوت يفيد اي حد حابب يدخل مجال العقارات. صورة من صالح الفيديو دوت بمثابة كده فيديو افتتاحي ازاي تدخل مجال العقارات وازاي تشتغل فيه. يا رب اكون فدتكم في الفيديو البسيط دوت. اتمنى الاشتراك في القناة وتدعمونا بزر الجرس وتتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله.